في كل مكان مرحبا. جمهور النظام السوري الحالي أو ما يمكن تسميتهم بالحشد الجولاني مبسوطين وبيرقصوا وبيدبكوا وبيغنوا فرحانين كتير بوجود أحمد الشيباني في أمريكا، بوجود النظام السوري أو هناك، على أنه خلاص الموضوع موضوع الشرعية آه، تم انتزاعه. هذا من جهة، وبيقدموا هذا الوجود على أنه سند ضد مين؟ ضد السوريين اللي بيعارضوا هذا النظام أو اللي بينتقدوا هذا النظام. طبعا هؤلاء الجهلة والحمقى والأغبياء ما بيعرفوا أنه النظام السوري السابق حتى قبل وفي أيامه الأخيرة كان موجود هناك. التواجد هناك ليس حلا سحريا أو وجودا أبديا. كثير من الأنظمة كانت موجودة وممثلة في الأمم المتحدة وتحضر جلسات الجمعية العامة، الآن صارت من الماضي. نظام زعيمهم المفدى صدام حسين الآن من الماضي. القذافي من الماضي. شو كمان بدون نظام بشار الأسد صار من الماضي، وكان موجود في تلك المؤسسات والتظاهرات الدولية، ويخطب ويتحدث عن القانون وعن الأخلاق وعن الإرهاب. ما يتمسكوا كتير، ما يدبكوا يفرحوا ويرقصوا كتير على أساس أنه خلاص انتزعوا الشرعية. هذه الحكومة هي حكومة انتقالية مؤقتة، والكل يتعامل معها على أنه حاليا هي التي تمثل هذا البلد اللي اسمه سوريا، والعضو في الأمم المتحدة، وطبيعي يحظى بدعم، دعم قطري خليجي أمريكي، دعم الشركات الاقتصادية بالدرجة الأولى، أنه مضطرين يتعاملوا، والأتراك أيضا مشان ما ننسى مضطرين يتعاملوا مع هذا الكيان، هذا النظام، على أنه هو الذي يمثل سوريا حاليا. لاحقا سيتعاملون مع أي نظام آخر يحكم سوريا كان من كان فهن فرحانين لأنه كانوا فاقدي الشرعية، بيحكوا كتير عن الشرعية، وكانوا فاقدي الكرامة، بيحكوا كتير عن الكرامة ويستهدفوا كرامات الناس الآخرين وكرامة مكونات الشعب السوري. هذا من جهة. من جهة أخرى، الشرعية الوطنية، الشرعية الحقيقية يمنحها الشعب السوري بكل مكوناته: المسيحيين، الكرد، الدروز، العلويين، السريان، التركمان. عندما يحدث إجماع على هذا النظام، خلاص هنا الشرعية، والشرعية تأتي بانتخابات حقيقية نزيهة وشفافة وتتوفر فيها أعلى درجات النزاهة. هنا الشرعية من المواطن السوري، مش من المواطن القطري أو من المواطن السعودي أو من المواطن الأمريكي أو المسؤول في هذه البلدان. لكن عديم الشرعية عن ماذا يبحث؟ يبحث عن شيء يعزز لديه الثقة بنفسه بأنه هو يمتلك الشرعية. هذا من جهة. هؤلاء وكأنه مندمجين مع الدور ومصدقين إنه موضوع تحرير
وهيئة تحرير الشام حررت الشام، والكلام الفاضي والكذب هذا، يعني مصدقين حالهم بزيادة. ما بيعرفوا إنه إسرائيل التي أنقذتهم، وإسرائيل التي حررتهم. وأنا يعني كتبت في مقال اللي في صحيفة الحياة قبل سنوات إنه إسرائيل منقذًا. العنوان منشط المقال: إسرائيل منقذًا. إنه الأمر سيبقى حتى اللحظات الأخيرة لكي تحسم إسرائيل الأمر. وحسمت. كيف حسمت؟ بسحق حزب الله، بضرب حزب الله. عندما ضربت إسرائيل العصب الإيراني في لبنان وفي سوريا والمعابر، معابر الميليشيات العراقية والأفغانية من العراق إلى سوريا، وميليشيات حزب الله من لبنان إلى سوريا. النظام السوري يعني تعرض لقطيعة، قطيعة التموين العسكري الآتي من الشرق ومن الجنوب الغربي من لبنان. وهذا أثر بشكل كبير، وعجز الروس ويعني صمت الروس حيال هذه الضربات وحيال استهداف إيران على الأراضي السورية، والروس والإيرانيين حلفاء. كل هذه التفاصيل هي التي أسقطت النظام السوري، مش تحرير ومن هالكلام الفاضي. شوفوا أنصار نظام الجولاني كيف بيحتفلوا ويعبرون عن فرحتهم في أغانيهم ورقصاتهم ودبكاتهم، نفس قصة النظام السابق. يعني النظام السابق انقلب سنة 63 على النظام السوري، وسمى هذا الانقلاب ثورة 8 من آذار. نظام حافظ الأسد انقلب على حزب البعث في 16 نوفمبر 1970 وسماها الحركة التصحيحية. نظام أبو محمد الجولاني اللي كان مصنف إرهابي حتى قبل أشهر، يعني وصل الشام وسماها تحرير، إنه هم الذين حرروا. والقطعان الحمقى والسذج من الحشد الجولاني بيروجوا لهذه الخرافة ولهذه الأكذوبة في الإعلام، وحتى على مستوى الرقصات والدبكات والأغاني السخيفة، أغاني الكراجات، كراجات السيرفيس والسيارات الأجرة، يعني من هذا الصنف اللي راح تشوفوه هلا. مجاريح يا ريتو يرجع صدام، مجاريح ونقول له حررنا الشام. مجاريح يا ريتو يرجع صدام، مجاريح ونقول له حررنا الشام. مجاريح يا ريتو يرجع صدام، مجاريح ونقول له حررنا الشام. مجاريح عنا هي أوقاب عام، مجاريح بيجوا مثل هبوب الريح. والله مجاريح الغالي مجاريح. شو بيقول هذا الغبي؟ بيقول مجاريح، طبعا الأغنية السورية المعروفة، مجاريح يا ريته يرجع صدام، مجاريح
لنقول له حررنا الشام، حرر الشام هو والجولاني تبعه. لأنه الجولاني ذهب لنجدة، يفترض أنه ذهب لنجدة صدام حسين في 2003 و2005 نظام صدام حسين. ميجاريح يا ريته يرجع صدام ميجاريح لنقول له حررنا الشام. ميجاريح إلنا هيئة وأمن عام، إلو هيئة وأمن عام. ميجاريح بيجوا مثل هبوب الريح، كتير يعني أتوا مثل هبوب الريح، مثل يعني ولم يستفيدوا من الضوء الأخضر الإسرائيلي، وإسرائيل التي عبدت الطريق للجولاني ولكل هؤلاء التكفيريين والإرهابيين لكي يتحكموا بمصير السوريين. مصدقين حالهم هالحمقى، ويا ريته يرجع صدام. صدام لن يرجع، لن يرجع. انت راح تقول على طول يا ريته يرجع، بس ما راح يرجع. وسيلحق به الجولاني أيضا آجلا أم عاجلا. كل طاغية، كل مستبد، كل فاشي مصيره مقبرة هذه الأغاني السخيفة التافهة اللي من طينة هذه الهزوجة والأغنية السخيفة. وهيئة تحريم الشام أو القصص هاي كمان أنا واثق يعني ستصبح يعني مثل النظام السوري، صفحة سوداء دموية من التاريخ السوري. قصة نظام الجولاني أيضا ستكون مماثلة لقصة النظام السوري السابق. نشر إعلام الجولاني تصريح لزعيمهم المفدى أحمد الشرع أبو محمد الجولاني، يتعلق يعني بالاتفاق مع قسد وتفاصيل هذا الاتفاق، على أنه هذا التصريح هو لصحيفة ملية التركية. طبعا الموضوع مش هيك. الهمج والغوغاء والدهماء من الحشد الجولاني سد الموضوع. جولاني لم يصرح لجريدة ملية التركية، لكن التصريح كيف أتى؟ عبر مدير مركز عمران للدراسات عمر أز كزلجك، هو اللي صرح لي تفاصيل جلسته وقعته والأحاديث التي دارت بينه وبين أحمد الشرع. وقال يعني أوسك زلجك قال أنه على لسان الشرع، على لسان أبو محمد الجولاني، قسد تعتبر نفسها خارج عملية الحل رغم دعوة أوجلان. هكذا قال يعني الجولاني، والناقل الكلام هو عمر أوزكزلجيك.
ويعني هذا الكلام يصدر من مسؤول تركي، نعم. الأتراك يتحدثون بهذه الصيغة، نعم، إنما يصدر من يفترض يعني رئيس دولة محترمة اسمها سوريا. يعني هون أحمد الشرع وكأنه يتحدث بوصفه موظفا في الخارجية التركية أو في دائرة الاستخبارات التركية، وليس بوصفه رئيسا لدولة محترمة اسمها سوريا. لماذا؟ لأنه هذا الشأن الداخلي، أنه قسد تعتبر نفسها خارج عملية الحل رغم دعوة أوجلان. أنا بعرف والجولاني بيعرف وداعميه الأتراك يعرفون أنه بضغط من أوجلان على قسد تم إبرام اتفاق 10 آذار 2025، وما زالت ضغوطات أوجلان موجودة، لكن الاستجابة، وحسنا تفعل قسد، الاستجابة بطيئة، لأنه هي يعني اتفاق 10 آذار في تقديري وظني ويقيني، مش بس التقدير والظن، واتفاق استسلام ومكتوب بحبر تركي وإملاءات تركية. لذلك تركيا وأزلامها وخزمتشيتها في سوريا يبعبعون ويجعجعون بالإسراع ويضغطون بالإسراع لتنفيذ هذا ال ال الاتفاق المهين، والذي لا يراعي أي اعتبار للحقوق الكردية لسوريا الحقيقية التي نحبها ونسعى إليها، سوريا الديمقراطية اللامركزية التي تكون شراكة لكل السوريين. الوضع الراهن ماذا يقول أيضا؟ الوضع الراهن في شمال شرق سوريا يشكل تهديدا للأمن القومي لكل من تركيا والعراق. تركيا فهمنا، العراق شو يعني؟ هو بيكرر نفس الكلام اللي قاله قدام الإخبارية، والرئيس الأهبل وكل طويل لا يخلو من الهبل، مثل الذي سبقه. شو تهديد للعراق؟ ماذا يشكل تهديدا للعراق؟ العراق دولة فيدرالية منذ 2005، منذ عندما كنت أنت يا جولاني تقاتل مع القاعدة مع الزرقاوي في العراق، والدستور العراقي دستور فيدرالي أقر الفيدرالية. ما هي حجم المخاطر الوضع الموجود في شمال شرق سوريا؟ بشو رح يهدد العراق؟ ما هذا الوضع موجود من 12 13 سنة. شو صار بالعراق؟ أو شو صار بتركيا؟ هل سنوات يعني سنوات وجود قسد في الشمال السوري لماذا أثر على الأمن الداخلي في تركيا؟ هل أكذوبة؟ هل خرافة؟ هذا الدجل الذي يتكرر على ألسنة مسؤولي نظام الجولاني وإعلام نظام الجولاني هو دجل وكذب وخرافة وأكل هوى. يعني الزمن، معطيات الزمن خلال هذا العقد تؤكد وتعري زيف هذه الأكذوبة. شو كمان؟ تم إقناع تركيا بعدم شن عملية ضد قسد وإتاحة الفرصة للمفاوضات بعد إسقاط الأسد، والكلام منقول عن الجولاني. الجولاني بده يقنع تركيا. الجولاني مين لحتى يقنع تركيا؟ يتحدث بلغة فوقية مع جهة سورية وقع معها، أبرم معها اتفاقا، وهذا التصريح مثل تصريحات وزير الإعلام السوري لما رايح على الميادين ويهدد ويزعج ويربد. هذا التصريح أيضا أنا أعتبره انتهاكا لاتفاق 10 آذار 2025، وهو تصريح استفزازي وغبي
لماذا؟ لأنه يعني يتحدث ويهدد قسد بالعصا التركية، بالسلطة التركية. بحياتي ما شفت ولن تجدوا في التاريخ شخص رئيس دولة أو يفترض أنه رئيس دولة يهدد جهة وطنية، جزء من مكونات الطيف السياسي أو الطيف الاجتماعي السوري بطرف خارجي، ويستقوي على قسد بالجيش التركي والقوى التركية. لك يا أهبل يا غبي، أنت بهذا التصريح تعري هشاشة منطقك وهشاشة خلقك وهشاشة سياستك، وأنك واحد خزمتشي عند التركي، واحد شايشي أو قحوتشي أو يخدم الأتراك يعني. ومش بس هيك، ويعري هذا التصريح يعني يعري الأتراك وكأنه الاتفاق المبرم في 10 آذار 2025 كان مع تركيا وليس معك يا أهبل. شو كمان؟ في حال لم تتحقق عملية الاندماج حتى ديسمبر قد تتحرك تركيا عسكريا. طبعا هل قد والاحتمالية حتى ولو يعني في مسألة الاحتمال، لكن هذا التهديد والوعيد ينبغي أن يصدر من مسؤول تركي وليس من رئيس لدولة محترمة اسمها سوريا. بصراحة يعني الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات، يحكمنا شخص غير محترم. يعني سوريا كدولة محترمة تاريخية عريقة يحكمها شخص غير محترم. هذا مر على سوريا كتير من 1920 وحتى اللحظة لم يمر عليها زعيم أو رئيس بهذه التفاهة وهذه السذاجة وهذه السطحية وهذا الاستقواء بالخارج والخارج التركي على الداخل السوري. شو كمان بيقول؟ سوريا تعتمد بنسبة 90% على نظام لا مركزي بموجب القانون رقم 107، وهو يعني يتحدث عن القوانين السابقة قوانين الإدارة المحلية. طبعا هذا كذب، هذا كذب. وأصلا النظام الحالي علق العمل بالدستور وبهي القوانين التي يستشهد بها، وما يصير يحكي. لازم شي واحد عاقل يلقنه الكلام يقول له يا أهبل أنت تستشهد بقانون أو مرسوم أنت أصلا معلقه، وأصدرت لائحة أسميتها بالإعلان الدستوري. يعني أنت الدستور والقوانين السورية كلها معلقها، فجاي تستشهد بهذا هذا يعني تأكيد وتعنت بعثي. لأنه البعثيين كمان عندما كانوا يحكمون وما زالوا يحكمون كانوا بيقولوا شو لا مركزية وإدارة ذاتية وحكم ذاتي، لا، وسوريا لن تصبح، وهي أصلا لا مركزية بنسبة 90%. شوفوا هذا الغبي الأهبل الساذج اللي بيحكي بالقوانين والقوانين السابقة وبيعطينا نموذج بهذا الموضوع. هذا معنى ذلك طيب إذا كانت سوريا بنسبة 90% نظام لا مركزي بموجب القانون رقم 107، يا أهبل أنت ليش وقعت مع السويداء اتفاق يمنحهم يعني حكما يشبه الحكم الذاتي، يشبه إلى حد كبير يشبه الحكم الذاتي، أنه أبناء المنطقة يحكمون أنفسهم.
في الشرطة، في الأمن، في المؤسسات، في المحافظ. الإدارة تكون ذاتية ومحلية حقيقية. شو هاي الإدارة المحلية اللي عم تحكي عنها بالرقم 107؟ متى كان محافظ الحسكة من أبناء الحسكة؟ هات أعطيني مثال. هات سؤال مدرسي بسيط يا غبي. متى كانت الشعب الأمنية والضابطة العدلية والشرطة في محافظة الحسكة من أبناء المنطقة 100%، 90%؟ تفضل اعطيني الإجابة يا حضرة الرئيس الانتقالي. تاني مرة إذا بدك تطلع تحكي هيك كلام شروي غروي، لك أنت رئيس دولة محترمة اسمها سوريا، ما تطلع تحكي مثل كشاش حمام وتكش وتكش وتكشكش علينا. شو كمان؟ المجتمع السوري غير مستعد لمناقشة الأنظمة الفيدرالية. بناء على شو يا سيد أحمد الشرع يا أبو محمد الجولاني؟ عندك يعني أنت سويت استفتاء، عندك يعني مؤسسات محايدة أجرت استطلاعات رأي في المناطق السورية. بناء على شو يا غبي؟ بناء على شو؟ أهل السويدة مش بس بيطالبوا بالفيدرال، بل بالانفصال. مش بس بالحكم الذاتي والإدارة الذاتية، بل بالانفصال. أهل السويدة وصل عندهم هاي القصد، وشرق الفرات ما بيطالبوا بالانفصال، في السويدة بيطالبوا بالانفصال. وهذا حق، لأنه في يوم من الأيام كانوا دولة، كانوا دويل يضحوا بها لكي تنهض سوريا. أنت مطلع على التاريخ السوري يا أهبل؟ ما أنك مطلع على التاريخ السوري، والمحيطين منك أو حواليك القريبين منك والمحيطين بك ما بيعطوك شوية هيك معلومات مشان تطلع هيك وتكون متوازن في كلامك. المجتمع السوري غير مستعد لمناقشة الفيدرالية. ليش غير مستعد؟ ما النقاشات في الفيدرالية تجري في تركيا، في كل مكان. ليش المجتمع السوري؟ مين قال لك؟ بناء على ماذا؟ هل أكذوبة، هل خرافة، هل الدجل الذي يتكرر في الإعلام السوري وعلى ألسنة حسن الدغيم واللي على شاكلته والإعلام السوري ومعاذ محارب وغيره غير مستعدين لمناقشة الفيدرالية؟ ليش غير مستعدين؟ ناقشوا الفيدرالية قبل سقوط وبعد السقوط، ناقشوا. أنت المطلع، وأنا لست مسؤولا عن جهلك وعدم اطلاعك. وسيناقشون الفيدرالية في الداخل السوري ومع الأطراف الدولية الفاعلة والمؤثرة في الشأن السوري. أنت بناء على ماذا تتفوه بهذه الترهات؟ شو كمان؟ جميع هذه المطالب في الحقيقة تعد تمويها لأشكال مختلفة من الانفصال. طبعا هذا كلام كذب صراح ودجل ونفاق وتضليل. وتضليل يا أهبل. جيب لي نموذج من دولة محترمة فيدرالية. الفيدرالية كانت سببا للتقسيم والانفصال. أنت بناء على ماذا؟ هذا الكلام البعثي الممجوج المقرف اللي كرره نظام البعث، تستورده من أرشيف البعث وتضخه لنا هكذا يعني بشكل بشع. مين قال لك هذا الكلام؟ أنت من وين جاي؟ على أي شيء تستند؟ ما هي براهينك؟ ما في. برهانه الجهل. نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل. يا سلام، هون حدنا الجمال. قريب جدا بالاتفاق مع إسرائيل بوساطة تركيا. طبعا النظام التركي في 2008 2007 أعتقد، عندما كان إيهود
أولمرت رئيسا للوزراء في إسرائيل سعى نظام أردوغان للمفاوضات أو للتوصل لاتفاق سلام ما بين نظام بشار الأسد والإسرائيليين، ووصلت المفاوضات إلى منطقة متقدمة جدا، لكن الأحداث يعني أطاحت به تلك المفاوضات. الآن وصلوا إلى منطقة متقدمة وبوساطة تركيا، والوسيط الأمريكي وين؟ ما عم تحكي عن الوسيط الأمريكي، أنت مستعد تطوبز للتركي يا أحمد الشرع، يا أبو محمد الجولاني، أنت مهيئ نفسيا وجسديا وسياسيا وإعلاميا وماليا للطوبزة أمام التركي وأمام الأمريكي وأمام الإسرائيلي وأمام الروسي، وقريبا بعونه تعالى أمام الإيراني. يعني أنت فاتح شركة للطوبزة، شركة متعددة الجنسيات للطوبزة اسمها نظام أحمد الشرع. لكن لا، ويعني أنت غير مستعد للطوبزة أمام مكونات الشعب السوري. الأقربون أولى بالمعروف. إذا أنت حابب الطوبزة أمام الغريب الأجنبي، شوي طوبز أمام أبناء شعبك، طالما هي هواية ورغبة وحاجة بالنسبة لك ولنظامك التافه. من الممكن توقيع الاتفاق في الأيام القادمة، والاتفاق سيكون مشابها لاتفاق 1974. طبعا الإسرائيليين لن يرضوا بنفس الاتفاق السابق. شو اتفاق مشابه؟ شو اتفاق يتجاوز حجم التنازلات والإذلال والمهانة التي أبداها حافظ الأسد للإسرائيلي لكي يستتب له الحكم والنظام. الآن نظام أحمد الشرع، ائتلاف السلفية والأخوان، على مقربة من التوقيع مع الإسرائيلي باتفاق يتجاوز اتفاق 1974. هذا شيء على مين عم تضحك؟ شو كمان؟ هذا الاتفاق لا يعني بأي شكل من الأشكال تطبيع العلاقات أو انضمام سوريا إلى اتفاقيات أبراهام. طبعا أنا رح حاول صدقك، بس شوف واحد تاني أهبل مثلك يصدق هذا الكلام. يعني سوريا تعرف كيف تحارب، لكنها لم تعد تريد الحروب. نعم، سوريا تعرف. شفناك و 12 13 سنة متحصن في إمارة تحكي عن الحروب وتحكي باسم سوريا، والحروب التي شاركت فيها سوريا. شو حرب أكتوبر 73، حجم الانتصارات اللي حققها النظام السوري وقت ذاك في هي. إذا أنت بتستشهد بحرب أكتوبر، فحجم الانتصارات التي حققها النظام السوري، نظامك أنت، نظامك السابق، يعني هي نقطة في بحر الانتصارات التي حققتها مصر. أنت جاي تحكي عن الانتصارات. لا توجد لدى سوريا خيارات أخرى سوى التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل. شفت؟ هذا اعتراف صريح. ما عندك خيارات ثانية، بدك توقع، بالكندرة، مثل ما بيقولوا الأخوة الفلسطينية، بالكندرة بدك توقع على هذا الاتفاق مع الإسرائيلي، مع الكيان الأزرق، وتجي تتهم الناس بالعلاقة مع إسرائيل، تتهم قسد، تتهم الكرد،
يا عديم الضمير والوجدان، شو كمان؟ التزام إسرائيل بهذا الاتفاق يشكل مسألة مختلفة. نفس أحداث سوريا كانت أحداث السويداء كانت فخا معدا خصيصا لإفشال اتفاق سابق حول آلية أمنية مع إسرائيل. شوفوا التوليفة، شوفوا كيف بده يعني بده يحاول يطوبز بشكل معسول أمام الإسرائيليين أنه هاي الأحداث كانت مفتعلة فخا نصب لنظامه، فخا معدا خصيصا مشان الاتفاق يتأخر أو يفشل مع الكيان الصهيوني. الاتفاق بين الكيان الجولاني أو كيان ائتلاف الأخوان والسلفية الجهادية مع السلفية الصهيونية الحاكمة في إسرائيل. سبحان الله، الآن الدروز والمكون الدرزي صار معرقل ومعطل، وما جرى في السويداء كان فخا معدا خصيصا مشان أحمد الشرع لا يوقع ولا يستمر في الطوبة للإسرائيلي. شو كمان بيحكي عن اتفاق قسد، وأنه أجنحة في قسد، وحزب العمال الكردستاني هو الذي أفشل، يقر بفشل، وأنا طبقا لتصريح يقر بفشل اتفاق 10 آذار. في تقديري اتفاق 10 آذار ولد ميتا، لأنه أتى بضغط تركي وبضغط أيضا أوجلان. يعني هي قصة ما بيفهموها الحشد الأوجلاني، يعني يبرئون وينزهون زعيمهم المفدى في اللي بيشتغل هو كمان خزمتشي عند الأتراك. إنه الضغط على قسد أتى أكثر من مستوى، الأتراك وأوجلان والأمريكيين ونظام الشرع. كل هالضغوطات كانت على قسد لكي توقع هذا الاتفاق، وهذا الاتفاق ولد ميتا وينبغي إصلاحه أو إعادة النظر الجذرية فيه، مش بس تفاصيل بسيطة. هذا رأيي، هي قناعتي، هي وجهة نظري حيال هذا الاتفاق. الأتراك كما يقال بالكردية يعني آجركتيوان، أنا ما بعرف كيف أترجم هالعبارة، يعني شبت النيران في مؤخراتهم ويريدون بشتى الوسائل أن يفرضوا على قسد الاستسلام. لكن هذا الاتفاق الذي أفشله بالدرجة الأولى هو نظامك، الإعلان الدستوري الانفرادي، تشكيل الحكومة الانفرادية، والانتخابات انتخابات تشكيل برلمان مزور مشوه أيضا بشكل انفرادي. كل هذه القرارات الانفرادية عدا عن التصريحات الاستفزازية لك ولمسؤوليك وخطاب الكراهية لإعلامك ضد قسد، ضد مناطق شرق الفرات، كل هذه التفاصيل المجتمعات هي التي أفشلت اتفاق 10 آذار، وأنت ونظامك يتحمل هذه المسؤولية. شوي من الحصافة والتأني والموضوعية والالتزام. احترم المقام الذي أنت فيه، احترم المقام الذي أنت فيه، ولا تظهر نفسك وكأنك موظف من الدرجة العاشرة في وزارة الدفاع أو في الاستخبارات التركية يا أبو محمد الجولاني. أكتفي بهذا القدر، دمتم بألف خير.